اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج هم. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جايه لكم روتين كده سريع جدا جدا جدا. روتين تالت يوم العيد. دلوقتي انا حبيت بس قبل ما اخرج كده اشطب المواعين وارتب السرير والصاله وكده سريع كده، عشان برضو نبقى جايين من بره، يعني تبقى البيت بتاعنا رايق. يعني هو روتين خفيف كده، ويا رب يا رب يعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا في أحسن حال يا رب العالمين. دلوقتي بصوا، انا بقولكم انا مطبخي رايق جدا. انا دلوقتي بس ماسكه الحموم البوتاجاز اهو زي ما انتم شايفين، عشان وقع عليها كوبايه شاي من العيال. فقلت بقى احط شويه صابون وعلى شويه كلور كده اهو. بحب انا برضو احط الكلور في البوتاجاز، برضو بتدول لمعه كده يعني. فهندعكوا دعكه كده بسيطه، هو روتين اصلا يعني. الشقه نظيفه بس كده هخففي كده نعكشت الشقه. شغلت المكنسه يعني في ترابيه فتافيت كحك ولا حاجه، عشان دلوقتي خلي بالكم ان النمل بدأ يجي. النمل بدأ يجي. ودلوقتي بصوا انا بوريكم هنا الصاله بتاعتي عامله ازاي. بصوا هي رايقه جدا يعني. هشيل بس المفرش همسحه. وهنا اوضه الاطفال زي ما انتم شايفين كده، هحط ملايات نظيفه عشان عندي اطفال صغيره وكده. فانا زي ما انتم شايفين كده انا بنفض. ايه رايكم بقى؟ قولوا لي ايه رايكم في الملايه، حلو ولا لا؟ يعني بصوا روتين كده خفيف كده معاكم. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسونيش ما تنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا طبعا بوريكم المنظر وبعد كده هوريكم الروتين في الاخر. انا هنا بوريكم الصاله في الاول. هنا هي نظيفه يعني. انا بقى هشيل المفرش، همسكها كده بالقماش هلمعها يعني كده زي ما انتم شايفين. هي عندي مكسوره بصراحه، بس انا ما حبيتش يعني افرط فيها. دي غاليه، دي من ايام فرحي. فهي بقى لمعه كده بس بسيطه وهنفرش المفرش يعني روتين بس خفيف كده. مشغله المكنسه عليها. ولو عجبكم يا حبايبي الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي في اول حاجه كومنتات عشان تاخدوا حسنات هناخدها مع بعض. وهنا بصوا بقى يا حبايبي بعد غسيل المواعين والبوتاجاز، بصوا انا بس حبيت اوريكم الشكل النهائي. وقولوا لي ايه رايكم في الاستيكر اللي انا جايباه ده. ايه رايكم بقى؟ بصوا انا مطبخي صغنن كده ومحندق بس جميل يعني، عاجبني بحبه. وهنا برضو السرير. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ روتين خفيف ظريف. والسلام عليكم ورحمه